قبل ما تحطي أي منتج على وشِك أو شعرِك لازم تشوفي الفيديو ده، في كنز أنتم مش عارفين عنه حاجة. وأول حاجة شكرًا لكل الناس اللي باركت لي على الجواز، ميرسي جدًا، 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 ميرسي وعقبال كل البنات يا رب وربنا يسعدكم كلكم. اللي ما يعرفنيش أنا ياسمين، شرفتوني ونورتوني، اعملوا بقى لايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي فيديو جديد، وأي سؤال اكتبي لي تحت في الكومنت. يالّا بينا نبتدي. ده أخطر سيرم تقشير أنا شُفته في حياتي، اللي ما يعرفنيش أنا مجنونة تقشير، باحب تقشير البشرة جدًا، جدًا، وده أخطر حاجة ممكن تستعمليها على بشرتِك، أقوى 3 مقشرات مع بعض، أنتِ متخيلة؟ ده أقوى سيرم تقشير موجود، ده بتحطيه على بشرتِك لمدة قد إيه؟ دقيقة، لو كترتِ عن دقيقة ممكن بشرتِك تتحرق، شايفة؟ شايفة اللي أنا باقوله، سامعة اللي أنا باقوله؟ أكبر حجم تقشير، ده 40 جرام، يعني 40 مللي، حجمه كبير أوي مش صغير على فكرة، ده أكبر من أي سيرم، أي سيرم موجود دلوقتي 30 مللي، يعني مش عارفة أقول لكم إيه، حجمه بيبقى قد كده، ده كبير أوي، الحجم كبير أوي، أوي، بتستعمليه مرتين في الأسبوع. لازم أكلمِك على أخطر 3 مكونات بالعلبة على جنب، أنا فرحانة بيه جدًا، جدًا. أنا ده لو تعرفوا ده كنز ده كنز، كنز للبشرة مش طبيعي. طبعًا الحاجات اللي هاتكلم عليها دي كلها هنستعملها الفيديو الجاي إن شاء الله مع بعض، هنوريكم تستعملوه إزاي على بشرتكم تاخدوا أحسن نتيجة واو. أول حاجة لما تستعملي السيرم ده ما فيش ريتينول، ما فيش فيتامين سي، أوكي؟ اليوم اللي أنتِ هتستعملي فيه السيرم ده وحتى تاني يوم ما ينفعش تحطي بعديه تاني يوم سيرم فيتامين سي الصبح، لأن ده طبعًا هتستعمليه بالليل. تخيلوا بقى 3 مواد أقوى من بعض. أول حاجة حمض السناسينيك، أنا بانطقه صح لأنه كوري وحاولت أنطقه كتير. حمض السناسينيك ده بيعمل على إيه؟ يقلل الاحمرار، بيقلل التهيب بتاع البشرة، بيقتل بكتيريا الحبوب مش الموجودة اللي لسه بتتكون وهتطلع. أنتم متخيلين المعجزة قد إيه؟ يعني لو أنتِ عندِك فرح، أنا طبعًا باحضّر لجوازي، فخايفة حباية تطلع فجأة، بشرتي فجأة تطلع بُصّي في حبايتين هنا، الضغط اللي أنتِ فيه، الشغل، البيت، العيال، كل ده ضغط بيطلع على بشرتِك في هيئة حبوب. ده بقى بيقضي على البكتيريا اللي بتسبب الحبوب اللي لسه هتطلع، مش الموجودة، اللي لسه هتطلع. تقدري تستعمليه برضه لو أنتِ عندِك حبوب في بشرتِك، بيقضي على الموضوع ده. الحمض السناسينيك ده السناسينيك أنا قُلتها صح، ده الحمض أهدى كتير من ساليسيليك أسيد، بس ما يمنعش إنه داخل برضه فيه ساليسيليك أسيد. طبعًا ساليسيليك أسيد بيشيل الرؤوس السودا والرؤوس البيضا من البشرة، بينضف المسام، بيقلل دهون البشرة، كل ده بيعمله طبعًا فيه ساليسيليك أسيد. أخطر حمض الحمض الثالث ده اسمه الألفا إيروكسي، ده من أقوى مقشرات البشرة، حلو أوي مع بعض، بيعمل تقشير سطحي للبشرة، يعني بيوحّد بشرتِك، بيشيل أي غمقان في البشرة، بيشيل البقع والتصبغات، بيحسّن ملمس البشرة، بيخلّي بشرتِك glowy وكمان شكلها حلو. تنعيم البشرة، بيساعد باقي الأحماض إنها تخش أكتر في البشرة، وكمان هو في أحماض تانية بس أنا للأسف مش عارفة أقرا كوري خالص، خالص، خالص. تخيلوا كل ده موجود في ده. الخطر إنِّك لو حطيتيه أكتر من دقيقة على بشرتِك ممكن يسبب حروق. لازم، 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 لازم بالسنتي وبالثانية حطيتيه على وشِك دقيقة تخشي تغسلي وشِك على طول، على طول، على طول. وطبعًا الفيديو الجاي هنستعمله مع بعض وهاوريكم خطوة بخطوة تستعملوه إزاي. أخطر سيرم أنا شُفته في حياتي وباحبه جدًا، وأنتم عارفين أنا باحب التقشير أوي، أوي، أوي. لمّا تحطيه على بشرتِك هتحسي بلسعة بسيطة، تلاقيه كده لسعة وكأن بشرتِك بتاكلِك حاجة كده بتزغزغِك البشرة أو بتقرصِك. أعلى تركيز، أعلى تركيز، ده التركيز ده بيستخدموه في العيادات، والله لمّا بتروحي أي عيادة وتعملي skin booster بتستخدمي التركيز ده في العيادة. دلوقتي عملوه سيرم تحطيه على بشرتِك. أول حاجة السيرم ده أنا اتكلمت عليه في الفيديو اللي فات عن المنتجات الكورية، هاسيب لكم الفيديو هنا في هنا تدوسوا عليه بعد ما تخلصوا الفيديو ده، هاسيب لكم كمان لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف. ده 7500 أعلى تركيز موجود في أي سيرم، نضارة، تفتيح، توحيد لون البشرة، بقع وغمقان للبشرة، شد البشرة، ومن أول أسبوع وأتحداكِ، بُصّي أنا أتحداكِ، أنتم عارفين في الحاجات دي ما فيش هزار. أول حاجة ده السلمون زائد الكولاجين زائد النياسيراميد بتركيز عالي جدًا، جدًا، 7500 أقوى تركيز أنا شُفته في حياتي. كل السيرامات كل حاجة آخرها 2000 1500 الحاجات ده 7500 نفس التركيز اللي بياخدوه في الحقن في العيادات بيعملوا بيه الskin booster. أنتِ بتعملي بشرتِك skin booster في البيت، أقوى من كده ما فيش. ده الحلو اللي فيه كل حاجة، كل حاجة، عايزة نضارة، عايزة كولاجين زيادة لبشرتِك، بتحسي من أول مرة إن بشرتِك مليانة، بشرتِك متعبية، يعني الكولاجين فعلًا بيخش كل ذرة، في زي شكشكة بسيطة، الشكشكة اللي أنتِ هتحسيها دي بتدخّل الكولاجين لأعماق البشرة أكتر، فبشرتِك تحسي إنها اتغذت من جوه، لمّا بتتغذى بتحسي بامتلاء، تحسي بنفخة، عايزة الخدود موجودة، عايزة الجلد مشدود، عايزة شكل الجلد صحي، كل ده في السيرم الخطير ده. وبرضه هاوريكم على بشرتي إن شاء الله في الفيديو اللي جاي هنستعمل إزاي كل ده مع بعضه. ده روتين كامل لشد وتنوير البشرة
البشرة وتحسين البشرة وتغيير البشرة. ده بيعمل إيه؟ بيشيل الخطوط والتجاعيد من بشرتِك، بينوّر بشرتِك، بيرجّع بشرتِك لشكلها الطبيعي، البشرة الفاتحة المنوّرة اللي ما فيهاش بُقع، ما فيهاش تصبغات، ما فيهاش حبوب، ما فيهاش أي حاجة، وبتحطيه على كل وش، تحت عينِك، كل حاجة، كل حاجة. غير طبعًا السلمون، السلمون ده يا جماعة زي ما قُلت لكم ده الskin booster الأساسي، ده التركيز الأعلى الموجود فيه. السلمون بيعمل كل حاجة تجنن البشرة، بيجدد الخلايا، بينوّر الخلايا، بيحسّن الخلايا، يعني ده أقوى حاجة ممكن تحطيها على بشرتِك وتكتفي بيه، ده تكتفي بيه، ده حلو أوي، أوي، تدخّليه في وسط الروتين، تستعمليه بس بالليل، تعمليه شوفي بشرتِك هتنوّر إزاي. ده دخّليه مع الريتينول، ده دخّليه الصبح مع الروتين بتاعِك، خطير، ممكن تستعمليه مرّة واحدة في اليوم براحتك جدًا بالليل بس. فده من أحلى الحاجات اللي ممكن تعالجي بيها بشرتِك. لمّا تجيبي بقى المقشر وتجيبي كمان السيروم ده عشان هنستعملهم مع بعض، لإن طبعًا المقشر ما ينفعش معاه ريتينول وما ينفعش معاه خالص سيروم فيتامين سي لمّا تيجي تستعمليه، لازم كريم يهدّي البشرة وتهدية قوية، مش تهدية عادية لأ، تهدية قوية جدًا كمان. فجبت السيروم ده تمام، ده من سكان 1004 من السنتيلا. أنا عايزة أفتحه إزاي لإن بُص شكله بييجي مبرشم كده، أنتم شايفين أهو، بييجي شكله مبرشم كده. أنا في حاجة بتشخلل جوّه أنا مش عارفة إيه، بس هنشوفها. فتحته بالعافية، يعني صعب جدًا. ده شكله بيبقى عامل كده، الله! كده بالمعلقة شكلها حلو إزاي، تحفة. ده شكل الكريم بييجي كده، الكريم ده عملت عليه مباحثات. المعلقة حلوة أوي، أنا باحب الحاجات دي أوي. شايفين المعلقة عاملة إزاي، شكلها حلو أوي cute وتقيلة على فكرة مش خفيفة. أنا أشرح لكم بقى بالتفاصيل التفاصيل. طبعًا المعلقة دي بعد ما تستعمليها يا ريت تغسليها وتحطيها نضيفة عشان المرة الجاية لو في عندِك حبوب في بشرتِك ما تتعديش تاني. طبعًا فالروتين ده محتاج بقى كريم مرمم للجلد، بيرطب البشرة ويغذي البشرة ويحسن البشرة ويهدي البشرة، وفيه كل الفوايد اللي تكمل السيروم ده أو المقشر اللي أنا جبته ده، زائد الحاجات التانية اللي عندي لإني باستعمل Dermastamp كمان في البيت. collection يجنن على البشرة. أول مكون، هو فيه كذا مكون بس أنا هاكلمكم على أهمية المكونات اللي فيها تركيز عالي جوه الكريم، كأنه فيه مستخلص السنتيلا الآسيوي. ده نبات طبي من الدرجة الأولى. أول حاجة بيهدي إحمرار البشرة جدًا، بيسرع من استشفاء البشرة. طبعًا هو فيه كمان السنتيلا الموجودة فيه مكونين فيهم حلوين أوي. المكونين اللي فيهم دول موجودين في أي كريم مضاد للالتهابات. الماتهوسايد، الأسياسوسايد. تاني مركب بقى، إحنا قلنا أول مركب وكمان المركب ده طالع منه نوعين مادتين، لأ في مركب كمان موجود فيه حلو أوي، أوي، وكمان نسبته عالية جدًا، وده أنا باحبه جدًا، جدًا، بالذات للناس اللي مش عارفة نوع بشرتها. الكريم ده مفيد أوي ليك. ده المركب البروسيكا. البروسيكا عبارة عن سنتيلا مخمرة، فالسنتيلا المخمرة دي بتعمل إيه للبشرة؟ بيرجّع توازن البكتيريا النافعة للبشرة تاني. البكتيريا النافعة دي مهمة أوي للبشرة، ما بيحصلش أي جفاف، ما بيحصلش أي مشاكل للبشرة دهنية في ثانية جافة، وكمان بيقلل تحسس البشرة المزمن. في ناس طول السنة بشرتهم حساسة على طول، على طول، ومش عارفين هي بشرتهم حساسة ليه. ده بيحسن جدًا منها، وكمان بعد ما تتعالجي منها وتستعمليه فترة بشرتِك بترجع تاني زي ما هي. اعرفي نوع بشرتِك وتستعملي الحاجة المفروضة لنوع بشرتِك، وبيخلي الجلد أقل رد فعل مع الوقت. يعني جلدِك ما يلتهبش بسهولة، أي حاجة حطيتيه عليه يعمل رد فعل سريع، يطلع حبوب، يطلع مشاكل، احمرار، تحسس. بيقلل من فاعلية الحركة دي مع الاستعمال مع السلك. ده مش المفروض نجيبه على طول، فعشان كده إحنا بس بنستعمله وقت ما بنعمل حاجة قوية لبشرتنا. تاني حاجة إنه داخل فيه كمان السيراميد، مش الناسيراميد، داخل فيه السيراميد. بيقفل الفراغات اللي في الجلد، بيبقى فيه فتحات، بيبقى فيه ندبات، بيبقى فيه كده مسام وسعت من كتر الحبوب ومن كتر ما بيطلع إفرازات دهنية أو دهون طول الوقت أو أيًا كان فيها إيه توسع. الحباية بتوسع الجلد، الحباية بتوسع المسام، فهو السيراميد بيعمل على قفل المنطقة دي، الفراغات اللي موجودة، وبيخلي ملمس الجلد كله واحد. بيمنع قلة ترطيب البشرة. مع الوقت بشرتنا ما بنشربش مَيّة كتير، الحركة بنخرج المَيّة وبنخرج الرطوبة اللي بشرتنا بتتغذى بيها وتخلي بشرتك متغذية. كل الحاجات دي لازم حاجة تعمل زي cover على البشرة. ده بيعمل cover على البشرة، يقوي حاجز الجلد جدًا، 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 جدًا. كمان داخل فيه الأحواض الدهنية. إحنا مع الوقت بنفقد الدهون اللي موجودة في وشنا وفي خدودنا، فبيحصل كده زي ما نقول تهدُّم. ما فيش حاجة ترفع الخد غير الدهون، ويبقى بشرتك مليانة وبشرتك متحسنة. ده بيرجّع فقدان الدهون من البشرة، بيعمل إعادة تشكيل الخلايا للمنطقة دي تاني، ينشطها تاني بحيث إنها تكوّن دهون تاني. الأحماض الدهنية الموجودة فيها بتركيز عالي جدًا نيلي تاني، الدهون اللي هي نزلت ترجع تاني. أقول لِك سر مهم ما حدش قال لِك، الكريم ده بيعالج البشرة اللي بتتحسس من أي حاجة، وغالبًا البشرة دي عندها عدوى بكتيرية مش جفاف. يعني البشرة اللي طول الوقت تعبانة وطول الوقت فيها مشاكل دي اسمها عدوى بكتيرية. يعني أنا هاستعمل تقشير الفترة الجاية وهاستعمل Dermastamp وهاستعمل حاجات تانية. الكولاجين لما بيزيد في البشرة بياخد كل الترطيب من على البشرة، لازم أحط ترطيب قوي
وفي نفس الوقت ما يعملّيش أي تحسُّس، فيعمل زي تغليف على البشرة، فعشان كده جِبت الكريم ده. في ناس نيّتهم وِحشة بيقولوا لي: "أنتِ بتستعملي كل ده إمتى؟" على فكرة أنتم بس بتشوفوا النتيجة النهائية، الحاجات دي أنا باستعملها كل يوم، ولمّا الحاجة بتخلص باجيب غيرها. يعني ده سيرم للشعر قرّب يخلص زي ما أنتم شايفين أهو، لمّا خلص اشتريت سيرم تاني أجرّبه تمام، ما عجبنيش هارجع لده تاني ما عنديش مشكلة، بس أنا ما باشتريش حاجة غير لمّا الحاجة عندي تخلص خالص. أول حاجة ده ما بيتحطش على فروة الشعر، هو بيعالج الشعراية، بيعمل لها تغليفة كويسة، بيمنع التساقط إزاي؟ عشان ناس كتير بيمنع التساقط يعني يحطه على الجذور، لأ في شعراية بتتكسر فتُقع، هو بيعمل تغليفة على الشعراية دي، الشعراية ما تتكسرش ولا تُقع وتفضل. طبعًا هو مش بيقلل قشرة الشعر، مش بيعمل الحاجات دي، ما ينفعش نحطه خالص على فروة الراس نهائي، نهائي، نهائي. أحلى حاجة إنه نعومة من غير تلزيق، أنا اللي عاجبني فيه إنه فيه غذاء ملكات النحل، وده باحبه جدًا، 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 أي حاجة داخل فيها غذاء ملكات النحل للشعر مهم أوي، ده سيليكون طبيعي للشعر. وبكده لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم أي فيديو جديد، وهاستنى بقى رأيكم تحت في الكومنت، لو في حد جرب من الحاجات اللي قُلت عليها دي يكتب لنا بقى تحت تجربته. باي.